أنا اسمي فاطمة، عمري 34 سنة. جينا من الضيعة، يعني ما فيها لا شغل لا عمل، والحمد لله يعني جينا فتحنا هالتنور وعم نشتغل فيه وأنا وزوجي. وجتني الفكرة يعني إنه أمي كانت تخبز ستي وتعلمت، والحمد لله يعني إنه ماشي وضعنا وما عندنا أي مشكلة إنه أنا وزوجي مع بعض. أنا يوم يعني هالفكرة إنه إجت عن طريق زلمة كردي، قمت أشتغل عنده على التنور. اشتغلت عنده شي 3 شهور وسكر المحل تبعه، قال ما توفي معي. أنا جت الفكرة براسي، قلت يعني ما دام هو سكر أنا أفتح. وجيت على هالزلمة صاحب هالحوش، قلت له يعني أريد هالحوش هذا، قال أعطيك إياه ب$50. قلنا نشتغل أول فال، قال أعطيكم ب$30. إذا شغلكم صار كويس بدي أخذ $50. قلنا تمام. الحمد لله كانت معي شريكتي، يعني راحت هلا زاد تقول ما توفي معي، قلت أنا أظن. أيوة، واشتغلنا شي 8 شهور مع بعض، وهلا صار لي شي 2 شهر لحالي. والحمد لله يعني وضعنا ماشي، ونطلع يوميتنا أحسن ما نشتغل عند حدا، بس إنه كل شي غلي علينا. يعني البارح السيارة يعني جبناها من الشارع الثاني على هاي 100,000. لو أي شيء ما حدا يرضى يمشي إذا مو شيء كتير، إنه المازوت قلي، اللي خشب اللي كان يعطينا ما عاد يعطي، ونريد ندفش حالنا هالكم يوم تنشوف لما الله يفرجها. والله كانت يعني صعبة أول ما ابتدأنا بالشغل، كانت صعبة، ما في خشب ما في حطب، كنا احنا بنات 2 لحالنا، وزوجي كان مريض يعني ما يقدر يشتغل. شوي شوي تعودنا، بس انه الحمد لله يعني تعودنا على هالعمل هذا. هو صحيح صعب، بس بدنا نمشي الحياة، ما بدنا نوقفها. يعني احكي لكم انه الحياة مغامرات، يا تغامر يا ما راح تكسب شيء، والحمد لله غامرنا ونمشي وضعنا والحمد لله. الفكرة اللي اجت خبز التنور يعني من الكراد. طبعا عندنا بالضيعة نص العرب ونص كراد، يعني اللي كانوا مشهورين بالخبز التنور هم الكراد، واللي خبز الصاج هم العرب. رغيف 2500.